السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة مطبخ داري. نتمنى كلكم تكونوا بخير على خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم سلالي سلو قلت والو غادي نوض نعاودو حيت جا بنين صحي وصوبت كميه قليله حيت ما بقى والو يتسالى رمضان. بقاو معايا تشوفوا الفيديو. اللي عجبها الفيديو تخلي لي في التعليقات كيفاش جاها، وما تنساوش تشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. ايضا ما تنساوش تفعلوا الجرس حيت الا ما فعلتيوش الجرس ما كيوصلوكمش الوصفات ديالي، فضروري انكم تفعلوا الجرس باش اي فيديو حطيتو يوصلكم وتكونوا نتوما الاولى كتفرجوا فيه. فعلى بركه الله. هنايا خديت واحد البانيو غادي ندير فيه 2 كيلو ديال الدقيق القمح الكامل اللي غربلته بشطاطو وحمرته. انا هنايا ما استعملتش نهائيا الفورس، ممكن نتوما تستعملوا الفورس الدقيق الابيض مع الفينو كيلو على حسب الرغبه ديالكم. انا هنايا كما قلت لكم صوب دقيق القمح الكامل، يعني القمح اللي كنطحنو ديال الدار، غربلته بشطاطو حيت منه داك شويه ديال النخال اللي كتكون فيه، ومن بعد حمرته. غادي نضيف كيلو ديال الزنجلان، ومن داك الكيلو ديال الزنجلان غادي نقص واحد الزلافه غادي نطحنها مزيان. جربوا البنات هاد الطريقه حيت كتجي واعره. انا هنايا راه غير الاضاءه قليله كيبان لكم الطحين محمر واحد شويه، وانما راه جا مذهب وزوين اللون ديالو. انا هنايا راني كنصوب معكم هاد الفيديو في الليل، داكشي علاش كيبان الظل في الليل نترو يتسلو، وقلت والو غادي نشاركو معكم حيت في الاول ديال رمضان ما شاركتش معكم سلو. هنا كما لاحظتيو معايا زدت داك الزلافه اللي نقصت من داك 2 كيلو اللي طحنتها مزيان. من بعد غادي نضيف كيلو ديال اللوز، نص كيلو قليته وحمرته اولا سلقته وقليته، ونص كيلو الاخر حمرته في الفران. نص كيلو اللي حمرت في الفران دقته مزيان وطحنته، ونص كيلو اللي قليت خليته مهرمش باش كيجي داك المذاق زوين ديال داك التقرميشه. بغيتيو تحمروه كامل بلا ما تقليوه الاختيار كيبقى لكم. انا هنا كما قلت لكم كيلو النص حمرته والنص قليته. المذاق ديال اللوز مقلي كيعطي نكهه زوينه في سلو. غادي نضيف ايضا واحد 4 كيلو ديال الكاوكاو الرقيق اولا كاوكاو البلدي اللي حمرته ونقيته قشرته وطحنته يكون مزيان، يعني ما يبقاش كاع باين. شوفوا معايا حتى كيبدا كيولي بحال عجينه. انا المكونات بالتفصيل غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال النافع مخلطه مع حبه حلاوه، واحد المعلقه كبيره ديال القرفه، انا هنايا حاولت انني ما نسرع لكمش الفيديو باش تشوفوا الطريقه بالتفصيل، خصوصا المبتدئات او اللي عاد غادي تنوض دير سلو. هنا كما قلت لكم واحد المعلقه كبيره تكون عامره مزيان ديال القرفه، المسكه الحره اللي دقيتها مع شويه ديال السكر سنيده. تقريبا كنديروا واحد الكميشه تكون صغيره ديال المسكه الحره باش ما تجيكمش حاره. تقريبا واحد نص معلقه هكا، نص معلقه صغيره تكون ما عامراش. صافي وكنخلط المكونات مزيان، ومن بعد غادي نزيد سكر كلاصي. يا تضيفوا سكر كلاصي يا تضيفوا العسل، الاختيار كيبقى لكم. انا هنايا ضفت سكر كلاصي. هاد 2 كيلو هادي ضفت نص كيلو ديال السكر كلاصي، وانتم على حسب الذوق ديالكم. ايضا بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش السكر فممكن انكم تستغنوا على سكر كلاصي تماما، تضيفوا شويه ديال العسل الحره الا كانت كتوفر عندكم. صافي كنخلط كلشي مزيان حتى كنحس بداك المكونات كلهم متجانسوا. انا هنا غادي نغربل السكر كلاصي. صافي وكنخلط كلشي مزيان. هنايا قلبته
في واحد البانيو يكون صغير باش هكا يساعدني انني نرويه. زدت هنايا واحد 2 معالق كبارين ديال العسل الحره، وضفت شويه ديال السمن مع زيت الزيتون. انا هنا كنرويه بزيت الزيتون، ممكن انكم تستعملوا زيت المائده اولا زيت الروميه. دفيتها واحد شويه، ضفت معاها داك الزيت ديال القلي ديال اللوز، وضفت معاها معلقه صغيره ديال السمن. ما ديروش الزبده حيت الزبده الا طولات بزاف المذاق ديال السلو ديالكم كيتبدل، فديروا غير شويه ديال السمن وصافي. كما قلت لكم دفيت داك الزيت باش كيذوب لي داك السمن معاها، زدت معاها حتى الزيت اللي قليت فيها داك نص كيلو ديال اللوز، ومن بعد كنروي كلشي مزيان حتى كيبدا يتجمع لي سلو. ما كنقويش الزيت اكثر من القياس حيت السلو فاش كيجلس فاش كيبقى هكا في الطاسه كيقعد كيطلق هو داك الزيت ديالو. فسلو زيدوا شويه بشويه الزيت ودلكوا. اهم حاجه انكم تدلكوا باش داك الزنجلان مع اللوز مع يعني المكونات اللي درنا كاملين كيطلقوا داك الزيت ديالهم. هنايا كاضافه ممكن انكم تستغناو عليها، زدت واحد 2 معالق كبارين اولا 3 ديال المعالق ديال ايلان. ما عرفت شنو سميتو باللغه العربيه الفصحى، ما عرفت شنو كيقولوا له. المهم ايلان اللي حمرته صهدته واحد شويه في الفران وطحنته مزيان. صافي كنبدا ندلك مزيان داك السلو حتى كيبدا يتعلك لي وكيبدا يتجمع لي في يدي. فبالنسبه لايلان فيه فوائد كثيره بالنسبه للعظام، صحي وفي نفس الوقت راه ما كيجيش نهائيا باين في السلو ديالكم. يعني كطحنوه كتدهقوه مزيان ما كيجيش كاع باين في المذاق ديالو، ما كيبدلش المذاق ديالو، غير كيزيدكم قيمه غذائيه للسلو ديالكم. هنايا شوفوا معايا السلو صافي بديت كنكورو بدا كيتجمع. صافي غادي نخليه في هذا القياس هذا. نتوما الا بغيتيو تزيد تجيكم داك اللمعه ديال السلو فيه زيدوا له شويه ديال الزيت، نتوما والاختيار ديالكم. صافي انا هنايا غادي نديرو في الطاسه، والطاسه ضروري تكون ما فيهاش الريحه وتكون كتشد مزيان باش السلو كيبقى لكم اطول وقت ممكن بلا ما كيتبدلوا المذاق. ايضا الا ما بغيتيوش يتبدلوا المذاق ما ديروهش في وسط شي بلاكار يكون مغموق. انا كنخليه يعني غير من الفوق هكا فوق الثلاجه اولا فوق سطح العمل في شي بلاصه هكا اللي ما تكونش مشدوده ومغموقه عليه باش ما كيتبدلكمش المذاق ديالو. ممكن ايضا تخليوه هكا من تحت سالامونجي اولا شي حاجه، مهم يكون الهواء كيضرب باش ما يتبدلش كما قلت لكم المذاق. شوفوا معايا انا هنا راه كنحاول ما امكن باش نبين لكم اللون ديالو حيت جا زوين والاضاءه كانت ظلمه بزاف في اللون ديالو. انا هنا راني شرحت لكم هذا الفيديو بالتفصيل، نتمنى فعلا انكم تجربوه. هنايا كتقديم درت التبصيل هكا مربع ودرت الاطار يكون مربع. نتوما التقديم على حسب الرغبه ديالكم على حسب الاختيار ديالكم. جبت هكا الويزات زوقت بهم من الجناب وجا صراحه كيحمق. جربوها البنات حيت جا لذيذ وكيجي حرير بداك الطحين ديال الدار اللي كنديرو. كما قلت لكم الا ما بغيتيوش تستعملوا القمح ديال الدار ممكن تستعملوا كيلو ديال الفورس وكيلو ديال القمح. كاين اللي كيبغي يرطب بزاف كيستعمل الفورس اكثر من القمح، الاختيار كيبقى لكم. انا كنفضل دائما نص النص، ولكن القمح الدار كديروه بوحدو حيت هو كيجي حرش. صافي هنايا ساليت التقديم ديال السلو ديالي وشوفوا معايا كيفاش كيجي. المهم سلو ديال اخر لحظه ديال فاش كيتسالى الكسلو بسرعه البرق وكتنوضي تعاوديه. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اللي جرباتو تخلي لي في التعليقات كيفاش جاها. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. ايضا ما تنساوش دعموني باللايكات ديالكم. خليتكم على خير والى وصفه اخرى ان شاء الله.